سنة وانتم طيبين جميعا. جينا طبعا جنينة الحيوانات، الأولاد كلهم بيحبوها، يمكن أكترية مصر، شباب مصر وأطفال مصر بيحبوا جنينة الحيوانات. مكان جميل جدا وشعب ممتاز جدا الشعب المصري، واحنا هنا مبسوطين جدا بصراحة. يعني هم الولاد أصروا إن هم يجوا النهارده هنا في جنينة الحيوانات. أنا بحب جنينة الحيوانات عشان طبعا النهارده اجازه رسميه كلنا شغالين، وبجي عشان الاولاد، يعني عشان الحيوانات يتفرجوا على الحيوانات ويتفسحوا. يعني هو يوم بيبقى في زحمه وفي هيصه، يتفرج على الاولاد ويتفرج على الحيوانات ويتفرج على الجناين ويتمتع بيوم زي دوت، ويوم شم النسيم معروف يعني من ايام الفراعنه. السنه اللي فاتت كان في ضغط بس مش زي الضغط بتاع السنه دي، وكان في فرحه بس مش زي بتاعت السنه دي. الثوره مغيره في الناس شويه، في منهم اللي بيبقى مثلا بيتعامل بفرحه وطيبه مع الناس، في اللي بيتعامل بهمجيه، وفي منهم اللي بيحب يتقرب من الناس اللي حواليه ويعطف عليهم وممكن يديله الفرحه لو مش معاه. وفي مثلا تلاقي واحد من الشباب نازله مش كويسه، زي ما الدنيا برضو فيها حلو وفيها وحش. رجلك جت